يلا بقى كده نشوف طريقة الفتة بطريقة سهلة جدا ومختصرة. تعالي شوفي اعملي الفتة بالطريقة دي، صدقيني الكل هيشكرك عليها. طريقة مميزة جدا وحلوة وخفيفة كمان. في نص ساعة، ايوه في نص ساعة هتكوني مخلصاها بإذن الله. هنعمل الصلصة بطريقة حلوة جدا، طعمها جميل بصراحة. هنعملها بالخل كده والثوم زي ما احنا متعودين. كمان هنحمر الرز، هنخلي الرز استحالة تعملي وتحمري بالطريقة دي ويعجن معاكي على طول كده. هنعمل كله جنب بعضيه كده واحنا واقفين. في نص ساعة هنكون مخلصين العشاء او الغدا، على طول هيكون جاهز معانا. تعالوا بقى كده نصلي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا بقى هنا انا حطيت الشوربه في الاول حاجه، وبعد كده غليت كويس قوي، ونزلت حطيت اللحمه، وبعد كده نزلت بطماطمايه قطعتها وبصلايه كمان قطعتها. وقلت هاتي بقى كده البهارات الجميله اللي عندك. عندي 7 بهارات، حطيت معلقه منهم، حطيت معلقه فلفل اسمر، رشه آه، حبهان مطحون. ما حطيتش حصى النهارده، حطيته مطحون. اي حاجه بقى كده في الشوربه بتحليها وبتكون جميله وزي الفل. مين بقى بيحب زي كده لحمة العيد الكبير؟ بحس ان هي طعمها مميز كده وجميلة بصراحة، مش بتتعوض في الايام العادية خالص. جبت كمان حلة كده وحطيت فيها شوية زيت كده حلوين بقى. انا مش عايزاكوا تبخلوا بقى على نفسيكوا في الفتة دي بقى خالص. بحبحوا كده الدنيا. حتى لو عاملين دايت وماشيين على دايت هنلخبط بقى كده في الطريقة دي. هنلخبط عشان خاطر الفتة بصراحة لو ما اتظبطتش فيها السمنة والزيت ما بتكونش حلوة. لا لازم كده تبحبحوا السمنة البلدي بالذات في الفتة. هنقلب بقى، حطيت معلقتين توم كبار على شوية زيت كده حلوين، نص كوباية زيت مثلا، حمرتهم. اول ما بقى لونهم ذهبي معايا الصلصه جاهزه من الفريزر. ما خدتش وقت معايا، حطيتها اتسبكت كويس قوي، ما خدتش وقت لان هي متسبكه قبل كده. نزلت بمعلقتين خل، معلقه فلفل اسمر، معلقه كزبره يا جماعه بتديها اضافه حلوه جدا، معلقه كمون، معلقه بابريكا. مع ان الصلصه لونها جميل جدا، احنا جايبينها ومحضرينها معانا قبل العيد. وكمان الثوم مفروم معانا. حطيت معلقه شطه بقى لزوم الحلاوه ولزوم ايه الجمال. هزود بقى كده شوية شوربة عشان خاطر تكون خفيفة شوية مش كتير. وبعد كده هسيبها تقلب قلبة كمان. وبعد كده هركنها معايا بقى هنا الرز على طول. نزلت بايه، حطيت معلقتين سمنة كده حلوين عليهم شوية زيت. وجبت كده كيلو رز وفضلت اقلب بقى. يعني ما تزهقوش ولا تملوا ولا تملوا ولا تكلوا من التقلبة. لا هسيب الرز دقيقة كده وارجع اقلب تاني لحد ما تلاقوا الرز فلفل معاكوا كده وبقى زي الفل. افضلوا بقى كده قلبوا. السمنة البلدي مهمة جدا في الفتة، لو مش موجودة طبعا هنقدر نستخدم اي حاجة عندنا، بس هي بصراحة بتكون سواء السمنة البلدي او الزبدة مهمين جدا في الفتة. مهم جدا ان انا اكون مظبطة الرز بتاع الفتة بالسمنة البلدي. هنزل بقى كده عليه بالشوربة بعد ما قلبته كويس قوي. كمان انا فصلت الكاميرا عشان خاطر الجو حر جدا، عشان خاطر التليفون. وسبته بقى كده وغطيته، وكل حاجة عملتها جنب بعضها على طول. كانت كل حاجة جاهزة. تعالوا بقى نشوف الرز المفلفل الجميل بعد ما حمرناه وقلبناه. هنشوف شكله جميل جدا، شايفين كله رزاية لوحدها، مفيش واحدة ماسكة في التانية. طيب تعالوا بقى نشوف هنعمل هنا ايه. هنعمل بقى كده، قطعنا العيش الناشف بتاعنا المحمص الجميل. وجبت معلقتين سمنة كمان حلوين. ما احنا قلنا ايه، كده كده الدايت هيبوظ، معلش هي بقى اكلة كده. ظبطوها كده وكلوها بمزاج، وبعد كده ارجعوا مش مشكلة التزموا تاني، مش مشكلة يعني، ما جاتش على المرة دي. ونزلت بقى بالعيش اللي انا مقطعه، معلقتين سمنة بلدي، حتة سمنة كده كويسة، ومعلقتين زيت. ونزلت بقى بالعيش وهفضل اقلب لحد ما العيش ايه يتحمص معايا. بالراحة كده هنقلب العيش عشان خاطر ما يتكبش مننا هنا ولا هنا. يستحسن طبعا ان انتوا تحمروه في حاجة اكبر عشان خاطر نقدر نقلب براحتنا. والسمنة تتوزع على العيش كله. الحركة دي حلوة جدا، مش مهمة ولا حاجة. نقدر نحط العيش نحمص في الفرن من غير من نحط له عليه سمنة ولا مادة دهنية، نقدر طبعا نعمل كده.
بس يلا بقى انا حبيت اعمل الفتة على اصولها من غير، يعني من غير اي تغيير. عملتها الفتة المصرية الاصيلة كده، بكل حذافيرها. ممكن نحط هنا كده يعني سن التوم او نص معلقة توم او ربع معلقة توم مفروم، ممكن نحطها. طبعا من الحاجات اللي بتسهل علينا ان احنا بنكون فرمين التوم حاطينه في الفريزر، بنكون حاطين الطماطم. بصراحة الحاجات دي بتسهل جدا وبتفرق في الوقت وفي المواعين. جبت بقى كده صينية كبيرة ونزلت بالعيش. اللي حابب العيش يكتر يعني يكون اكتر من كده مش مشكلة. العيش بقى هنا متحمر في السمنة البلدي، نزلت عليه بشوية كده شوربة حلوين. وهبدأ انزل بقى بالرز كده، هاملة الصينية واظبطها. وبعدين نحط الصلصة. في الوقت ده يا جماعة انا فصلت التليفون لاني انا كنت بحمر اللحمة في الوقت ده. حمرت اللحمة طبعا كده في معلقتين سمنة برضو، ما هي خلاص خربانة خربانة. عملتها بقى كده في السمنة البلدي، وكانت أكلة جميلة ومغذية وترد الروح بقى كده بعد أيام الصيام. وفعلا فعلا هتعملوا الفتة المصرية لازم تعملوها وتدوها حقها يا جماعة. نزلت بقى كده بالرز وسويته، وكمان جبت الصلصة الجميلة. الصلصة حلوة جدا، الشطة والتوابل ومع الخل والثوم طعمها حكاية وريحتها كمان. هحط بقى كده اللحمة بعد ما حمرتها. ينفع ما نحمرهاش براحتنا، بس انا قلت هعملها. هعملها بقى كلها ويلا بقى يلا احنا ونصيبنا. كانت فعلا جميلة وسهلة وسريعة. سهلوا على نفسيكم. الفتة من الأكلات السريعة الجميلة الأساسية في العيد الكبير. جربوها إن شاء الله هتعجبكم. جربوها بالطريقة دي. اعملوها كده وحمروا الرز بالسمنة البلدي. حمروا العيش كمان بالسمنة البلدي. لو مش متاح عندكم ممكن الزبدة، أي حاجة يا جماعة ماشية حالكم. اعملوا الفتة بالطريقة دي.